تعال اعرفك ازاي نشغل نانو بنانا الجديد وتطلع اي فكره تصميم في مخك حتى اصعب التايبوجراف. اول حاجه هتفتح الموقع اللي هسيبه لك في اول كومنت. لو دوسنا هنا على ميزه توليد الصور هنلاقي هنا نانو بنانا برو، هندوس عليه كده. تعالوا نجرب نخليه يعمل لنا تصميم من البدايه للايفون 16 برو ماكس. هديله طبعا البرومت هنا ان هو يعمل لي بوستر، وهخليه بالابعاد مثلا وليكن 3 ل 4، وهدوس على العلامه دي هتلاقيه بيحمل عندك هنا وهيعمل لك بوستر كامل، وهنشوف ان ما فيهوش اي غلطه باللغه العربيه. هنلاقي طبعا ان عمل لنا البوستر الجميل ده وما فيش ولا خطا في اللغه العربيه عنده. من برومت بسيط خليته عمل لي بوستر زي كده. طب ايه تاني؟ تعالوا نرجع كده، ولو دخلنا على ادوات التحسين هتنزل برضه هتلاقي عندهم هنا نانو بنانا. الفرق ما بين ميزه التحسين والانشاء. تعالوا كده نفتح بنترست، طبعا نديله اي ريفرنس عندنا هنا. ممكن ناخد الصوره دي كريفرنس، نرجع هنا للموقع نديله الصوره نقول له غير لي الكلمه دي للسلوجان ده، وممكن كمان اختار المقاس بتاعها وادوس على تطبيق. ننزل تحت ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. زي ما انت شايف كده النتيجه مبهره. طب احنا ممكن نعمل بس الحاجتين دولت بيه جاي لك في الطريق. لو اديته صوره ليا واخترت المقاس بتاعها واديته البروميت اللي قصادي ده بصورتي ودوست تطبيق، تعالوا نشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. ليه عامل لنا الصوره بالشكل الجميل ده. فهسيب لك اللينك في اول كومنت، جرب بنفسك. عايزك بقى تعمل نتائج خرافيه.